10 رمضان 1973، اليوم اللي كان بمثابة ملحمة عظيمة، ملحمة انتصر فيها الحق على الباطل والإرادة على المستحيل. حرب العاشر من رمضان أو حرب أكتوبر المجيدة، لحظة فرقت جدا في تاريخ الأمة العربية. بعد نكسة 67 مصر كانت بتعيش تحت الاحتلال الصهيوني اللي كان مسيطر على سيناء، لكن الشعب المصري طبعا ما استسلمش لده، وبدأ إنه يبني ويدرب جيش قوي ويهيئ نفسه لتحرير أرضه. وكانوا ال6 سنين اللي بعد النكسة مليانين بالتحديات والإصرار على تحقيق النصر، وبدأت الاستعدادات لحرب التحرير تحت قيادة الرئيس العظيم أنور السادات، اللي هيأ جيشه وخطط بعناية لكل خطوة هتتاخد في الحرب دي. ومش بس كده، ده كان بيدير كل حاجة بذكاء وركز على عنصر المفاجأة. اختار شهر رمضان المبارك ميعاد لبدء الحرب دي، بحيث ان العدو طبعا متوقع ان مصر هتكون مشغولة بالعبادة والصيام وهكذا، ومش هيجي في بالهم ابدا يديروا حرب في توقيت زي كده. ويوم 10 رمضان الساعة 2 الظهر بالتحديد انطلقت قواتنا المصرية في اتجاه قناة السويس، وبخطة ذكية برضه تم اقتحام خط بارليف المنيع. وكانت بطولات الجنود المصريين ما تتعدش، من أول قائد الدبابة اللي استمر في القتال حتى بعد إصابته، لحد الجندي اللي عبر القناة تحت نيران العدو، وكلهم كتبوا أسمائهم في سجل الشرف. وبعد أيام من القتال العنيف وبفضل التخطيط الدقيق والشجاعة والذكاء، اتمكن الجيش المصري إنه يحقق النصر في ساعات قليلة جدا، ورجعت سيناء لأحضان الوطن، ورجعت الكرامة لمصر وللعرب. وكانت حرب العاشر من رمضان هي درس في الإرادة والتضحية بيتدرس لحد النهاردة في الكتب والروايات. والنهاردة واحنا بنحتفل بذكرى حرب العاشر من رمضان أو حرب أكتوبر، لازم نفكر العالم كله إن الشعب المصري قادر على تحقيق المستحيل. ولازم كل فترة نذكر نفسنا ونذكر بعض ببطولات جيشنا وشعبنا المصري، ونحفظ ذكرى شهدائنا الأبرار، ونستلهم من بطولاتهم القوة عشان دايما نكون جاهزين لمواجهة التحديات المستقبلية.